نبض الشارع المصري النهارده من مدينه الاسماعيليه، مدينه السحر والجمال، ويسعدنا يكون معنا بعض المواطنين لنتعرف منهم على كل ما يدور داخل محافظه الاسماعيليه يخص فريق نادي الاسماعيلي. نتعرف بيك. ابراهيم سيف. نتعرف بيك. احمد سعد. ابراهيم، عايزين نعرف النادي الاسماعيلي ليه ما بياخدش بطولات غير على فترات متباعده؟ والله يا كابتن خالد، الازمه الماديه اللي احنا بنعاني منها بقالنا دلوقتي فوق ال 20 سنه بنعاني من ازمه ماديه وروتين في تخليص الاوراق. يعني احنا حتى حاولنا ان احنا نعمل النادي الاجتماعي وننشئ النادي الاجتماعي، انتهينا من المرحله الاولى بس مش عارفين نخلص اوراق المرحله الثانيه، روتين بطيء جدا. يا ريت يعني المسؤولين عن الرياضه والمسؤولين عن الدوله شعبيه كبيره وليه جمهور كبير وما يقلش حاجه عن الاهلي والزمالك، نتمنى بس ينهوا لنا الاوراق عشان نقدر ان احنا نعمل حاجه تبقى بعد كده في مصادر دخل ثابته لجماهير النادي الاسماعيلي وللنادي نفسه يعني. وانت شايف هو ده السبب الرئيسي بس لعدم حصول النادي الاسماعيلي على بطولات؟ لا طبعا في اسباب كتير. طبعا النادي الاسماعيلي معتمد على كل مجالسه على رجال اعمال، مع كامل احترامنا لكل رجال اعمال، ولكن احنا عاوزين يبقى في مصادر دخل ثابته نقدر ان احنا نواكب العصر، خاصه ان في دلوقتي ارتفاع ملحوظ في اسعار اللعيبه في ظل احتراف كبير جدا. اللعيبه طبعا بتطلب مبالغ عاليه جدا. النادي الاسماعيلي مطالب بالمنافسه زيه زي الاهلي والزمالك، لكن كان الله في عونه. الاهلي والزمالك عندهم مصادر وعندهم ناس كتير بتقف وراهم وعندهم مصادر دخل قويه وعندهم نوادي وعندهم حاجات كتير تقدر تساعدهم. احنا ما عندناش. تقول النهارده بعد قرار مجلس الوزراء بعوده الدوري العام المصري بعد انتهاء فتره الحداد على ارواح الشهداء؟ والله هو قرار صائب، والسيد ابراهيم محلب راجل رياضي والراجل كان ماسك قبل كده وعارف ان لو الدوري وقف قد ايه الانديه هتعاني، ولكن احنا طبعا موافقين جدا ان الدوري يرجع وكل حاجه، بس طبعا عاوزين برضو حق الناس اللي ماتت دي ما يضيعش، واحنا واثقين جدا ان هو حقهم مش هيضيع وهيرجع باذن الله يعني. شكرا. احمد، عايزين نتعرف منك يا احمد، النادي الاسماعيلي ايه اللي ينقصه لتحقيق بطوله من البطولات اللي كان بيحققها الدوري اخرها 2002؟ يا كابتن خالد بينقصوا الموارد الماديه، بعض اللعيبه كلها بتعاني الموارد الماديه. عندك الاسماعيلي ما بيحققش بطوله بسبب ان احنا بنجيب اللعيبه، تمام، اللعبه سعرها غالي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لما بنوصل في مركز متقدم في الدوري او بطوله الكاس اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، بيبقى نفسيتها يعني مش حلوه. اللعيبه بيبقى نفسها تاخد مستحقاتها، تاخد مكافئات انها تحفيزيه، ان انت عارف ان النادي بيمر بازمه ماديه، اي فلوس بتيجي للعيبه الكبيره. يعني عايزين ان يعني رجال الاعمال يساندوا النادي، والحاج محمد برضه مش هيمسك النادي لوحده. رايك ايه بقى في قرار عوده الدوري وانتم كشباب شايفينها ازاي؟ والله هو قرار صائب، بس اهم حاجه حق الشهداء يجي. حق الشهداء ده اول حاجه لازم يجي، عشان يعني اهل الشهداء وكده، ولازم يجي حق الشهداء اهم حاجه. شكرا ليك يا احمد. نتعرف فيك. مجدي. كابتن عم مجدي، رايك ايه ان النادي الاسماعيلي ما بيحققش بطولات غير على فترات طويله؟ انتوا شايف ينقص ايه النادي الاسماعيلي لكي يحقق بطوله؟ هي الامور الماديه نمره واحد، نمره اتنين ان احنا عندنا اللعيبه حلوه فبتتاخد، الاهلي بيسحب مننا عشان برضه الامور الماديه، الزمالك كذا، كل ما يطلع لنا 5 6 لعيبه حلوين بيتاخدوا. فعشان كده هنعمل بطولات ايه؟ يعني بنعمل بطولات ولما ما ناخدش بطوله بننافس على الثاني على الثالث والحمد لله. بس هي الامور الماديه اولا واخيرا. يعني انتوا شايفين الامور الماديه وبيع اللاعبين وعدم الاهتمام بقطاع الناشئين، ولا قطاع الناشئين هو سند رئيسي للنادي الاسماعيلي؟ قطاع الناشئين في الاسماعيليه ممتاز واجدع ناس تفرغ كوره في الاسماعيليه، وكل النوادي بتبص لعندنا، بس احنا عايزين يثبت اللعيب مجرد ما جاله عقد كده ولا كده ما كلها بتدور على المصالح، كل على لعيب عايز يبقى احسن في الاهلي. اتمنى ايه من المسؤولين والتكاتف للنادي الاسماعيلي لتحقيق بطوله وحلم جماهيره؟ يشوفوا موارد كويسه، رجال اعمال بيشتغلوا عندنا لمصالحهم الشخصيه، اللي بيمسك اداره او غيره. ما شفناش حد يعني استمر مع الاسماعيلي. راجل اعمال جيت بره ب5 ب7 ب10 مليون، بعد كده يخلص وقته منتهى، نسي ان هو كان بيعمل حاجه للاسماعيلي. قرار مجلس الوزراء النهارده بعوده الدوري العام بعد الحداد على ارواح الشهداء. لا هو المفروض يرجع الدوري، لان الدوري ده نفس للجماهير المصريه كلها، كل الناس بتحب تتفرج على كوره، بس اذا كان في شويه دخلاء بيخشوا يبوظوا ويعكروا صفوا الكوره ديت بقى نتحاسب معاهم. ممكن نرجع الكوره من غير جمهور واحده واحده، بعد كده ننزل الجمهور اللي معروفين. وطبعا كل الحكومه عارفه مين الكويس ومين الوحش بنطلعه، ما ندخلوش النادي زي ما كانوا بيلموا اللي بيعملوا شغب، يلموهم من قبل الماتش، واللي معروف الناس اللي بتحب الكوره بتلعب كوره بتتفرج على كوره. شكرا عم ماجد. نتعرف فيك. محمد ابراهيم. محمود، النادي الاسماعيلي ايه ينقصه لتحقيق بطوله؟ والله بص حضرتك، هو اهم حاجه الاداره تبقى كويسه وتخلي بالها من اللعيبه، اهم حاجه في الموارد الماليه. يعني جون انطوي السنه دي يعتبر هو الوحيد اللي شايل الفرقه، تمام؟ فما يجيش مثلا مبلغ من بره ويقول لك احنا نبيعه عشان خاطر نصرف على اللعيبه. لازم يبقى في مورد ثابت، زي مثلا الاستاذ كابتن ابو علي رئيس المصري لما كان بيجيب لهم لعيبه وفي دخل ثابت للمصري وبيجيب لعيبه كانوا كويسين.
هو اهم حاجه الدخل الثابت بس النادي الاسماعيلي يبقى يكون راجل زي ناس العثمانيين كده في 5 قطاع سنين. الناشئين. وقطاع الناشئين في 5 سنين من 97 ل 2002 وصلونا 4 نهائيات، البطوله الافريقيه اللي هي الاتحاد الافريقي والدوري، ودخلونا كاس مصر و2 كاس مصر نهائي. لازم يبقى في دخل ثابت زي الناس العثمانيين كده يمسكوا النادي. لكن تقول ايه بقى لعودة قرار مجلس الوزراء لعودة الدوري العام بعد الشهداء؟ دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه يعني. نشكر الاستاذ ابراهيم محلب يعني جدا، لان غير الدوري المصري في الانديه المظالم تحت دول يعني ما لهمش ذنب الدوري اللي فوق يقف، يعني هم ما لهمش اي ذنب. ولازم برضو اهم حاجه حق الناس اللي ماتت دي يرجع، هم وناس جماهير الاهلي بس، ده رقم 1. بعد كده فكروا في الكوره بقى.